كنت وعدتكم ان انا هكلمكم عن احدى الدول اللي احنا بننظر لها بنظرة تعالي، والسفارات بتاعتهم عملت لهم ايه في ظل الازمات اللي بتحصل، زي ازمة كورونا اللي حصلت اخر سنة 2020. الازمة دي حصلت فاحنا يعني تعطل المصالح كلها، تعطلت، وبالتالي العمال او الموظفين الشركات وقفتهم عن العمل ووقفت رواتبهم. سفارة زي سفارة الفلبين صرفت لكل المواطنين المتعطلين عن العمل، مواطني دولة الفلبين يعني، لكل واحد 700 درهم كإعانة. وكل عامل يعني فيه ناس جواز سفرها انتهى في فترة كورونا، فقدموا على تجديد الجواز بنفس الإجراءات الطبيعية اللي بيقدموها، دفعوا الرسوم العادية اللي بتندفع كل سنة وكل مرة تجديد. الجواز بتاعهم ب5 سنين، لكن عند استلام الجواز تفاجئوا بأن مدة الصلاحية بتاع الجواز بقت 10 سنين مش 5، يعني ضاعفوا لهم الجواز. فبقت يعني حاجة زي العروض كده، اشتري واحد وخد واحد مجانا، بنفس رسوم الجواز الواحد اخدوا جوازين. انا في نفس الفترة ديت الجواز بتاعي انتهى، فجيت في التجديد، المطارات فتحت وكل شيء خلاص تمام، ففاضل لي اسبوع فيه، فقلت ان انا نازل مصر ابقى اجدده في مصر، يعني اقل من السفارة. رحت على مصر وقدمت على تجديد الجواز. طبعا الجواز كنت عامله ب 73 جنيه. لما قدمت على الجواز دفعت كام رسوم؟ دفعت 720 جنيه، يعني تقريبا 10 أضعاف قيمة الجواز السابق. ناقصهم 10 جنيه فقط ويبقوا 10 أضعاف. طبعا دفعوني حاجة اسمها أمان، وقال لك إنه إجباري في وقتها ومش هستلم الجواز إلا لما تجيب الإيصال، ودفعنا وأخدنا الجواز ب10 أضعاف القيمة بتاعته. ده مقارنة بين الجواز هنا والجواز هنا في ظل الجائحة. طيب نخلينا من موضوع الجواز. هم طبعا أخدوا 700 درهم، احنا انتوا عارفين الإجابة، في المقابل زيرو. طيب احنا بندفع أمن عام، ما علينا منهم دفعونا امان اللي كانوا بيقولوا عليها دي. احنا بندفع امن عام كل سنه، وبتروح تتبهدل وتقف طابور وتسحب المستند في يوم وتملى، وتروح صور البطاقه من ماكينه التصوير اللي هناك دي، الصوره ب5 جنيه، وصور واعمل وهات واملى، تعالى بكره سلم، سلمت تعالى بكره استلم، وبهدلت الدنيا. ولو رحت المطار من غير ممكن تتسال عليه، معاك تصريح الامن العام، دفعته ما دفعتوش، طب ادفع في المطار هنا، ما عرفتش تدفع ما انتش مسافر. وللامانه قلما بتحصل يعني، بس لان انت كده كده هتدفع. هم بتوع الفلبين برضو بيدفعوا امن عام زينا، بيسموه على ما اذكر اوها، ولا بيسموه ايه، اختصار حروف كده. وبيدفعوا خلال السنتين تقريبا نفس المبلغ اللي احنا بندفعه. بيدفعوا هنا 92 درهم. بس بيدفعوا ازاي؟ بيسافروا من الفلبين بيجوا بدون ما يدفعوه، بيدفعوه هنا تحويل للسفارة عن طريق الصرافة، شركات الصرافة. كل شهر تقريبا بيدفعوا يعني، أو كل 3 شهور. المهم الإجمالي بيوصل حوالي 92 درهم عن السنتين، ولا يقفوا طوابير ولا يصوروا ولا يعملوا ولا أي شيء. في تيجي تعادل المبلغ بتلاقيه تقريبا نفس المبلغ اللي احنا بندفعه. بس الفرق يا اخوانا يا محترمين، لما سالت انتوا بتدفعوا ده في الفايده اللي بتعود عليكم ايه؟ عندي السكرتيره في الشركه لما سالتها، والله قالت لي بيتصرف لنا هناك في الفلبين على سبيل المثال ممكن يكون بند في مساعده في تعليم الاولاد. حتى قالت لي انا بما اني مش متجوزه ما عنديش اولاد، انا محوله على اولاد اختي. يعني مش هي حتى هي اولادها اللي بيستفيدوا منها، لا، اولاد اختها كمان بيستفيدوا من المبلغ اللي بتدفعه. فده يعني انا طبعا مش مرتب الحلقه، انا بقول لكم يعني ما يدور في ذهني. الفلبين السفارات بتقف معاهم، اذا اي حد لجأ لسفارته بيقفوا معاه بيعملوا له، بتروح تاخد موعد على اي اجراء بتعمله، بتخلص اجراءك بكل اريحيه. الفلبين كصوره عامه يعني، كان في ممثل سامج سماجة الدنيا كلها، مش عارف مصنف على انه كوميدي ازاي، كان عمل فيلم. الفيلم في مصر اسمه ولا في النية ابقى فلبينية. يعني القصة بتاع الفيلم انه بيتعرض للظلم ومش عارف ايه، وعشان انه يثبت براءته بيعمل خادمة فلبينية. تخيلوا ان السفارة في مصر، سفارة الفلبين، اعترضت على اسم الفيلم، رغم ان
الفلبين واندونيسيا هم اكتر دولتين في العالم بيصدروا العمالة المنزلية او الخادمات. مش بيعتبروها عيب يعني طبعا ولا حاجة، بس قال لك احنا بنصدر خادمات لكن ما نكونش مادة للسخرية. حتى الفيلم لو تيجوا تشوفوه، الفيلم دلوقتي اسمه ولا في النية ابقى، شالوا كلمة فلبينية من الفيلم خالص. العمالة بتاعتهم لما حصل في إحدى الدول الخليجية خادمة اتقتلت، الرئيس اللي هو المنتهي ولايته السابق هو بنفسه اتدخل في الموضوع، مش الخارجية، الرئيس نفسه اتدخل في الموضوع وعمل أزمة كبيرة جدا مع الدولة ديت، وتابع الموضوع بنفسه، أوقف العمالة في الأول وعمل يعني اتخذ كافة الإجراءات اللي يجب عليه اتخاذها كرئيس. احنا طبعا كم من عامل انضربوا وفي ناس اتقتلت في نفس الدولة على فكرة، وكانت نفس الوقفة تقريبا. يعني انتوا عارفين اللقطة والشغل اللي اتعمل وانتهينا على كده يعني. ده طبعا يعني انا كنت وعدت ان انا اعمل الفيديو ده بناء على الفيديو القصير اللي ردا على الاخ المناضل الفاضل مصطفى بكري اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده. فجبت لكم مثال زي كده على دولة بنحتقرها زي دولة الفلبين، لدرجة ان احنا هنا نبقى قاعدين لو واحد فينا مغتربين بيقول للتاني ناولني مثلا المية دي ولا ناولني كده، يقول له خد من الفلبينية اللي جايبها لك امك. يعني بننظر لهم لهم نظرة خدم. انا عملت مقارنة سريعة بس كده عشان تشوف. ده انت لما تشوف الموضوع ده ما تقولش ولا في النية ابدا، انت تقول يا ريتني ابقى. ده كان باختصار يا حضرات رد سريع على موضوع الاخ المناضل زي ما قلت لكم مصطفى بكري، وكان رد على الفلبينية اللي جايبها لك امك. فرجاء كل اللي شاف الفيديو ده ما تطنش وتعمل اشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو، مش تدخل تتفرج وتطلع كده بعد انا ما تعبت في الفيديو عشان حضرتك. ولا انت فاكرني هندي؟ ايه رأيكم نعمل على دي كمان فيديو نشوف الموضوع ده. سلام.